النهارده انا جاي اكلمك عن صفقات الزمالك، ومش الصفقات المتوقعه او الصفقات القريبه. لا 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 لا، انا النهارده هكلمك عن الصفقات اللي مضت بالفعل. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. امبارح اتكلمنا بعد مباراة الوحدة وبعد خسارة الزمالك، اتكلمنا عن النقط المهمة في اللقاء، واتكلمنا عن احتياجات الزمالك اللي بانت وظهرت من المباراة. طيب النهاردة انا جاي اكلمك عن صفقات الزمالك، ومش الصفقات المتوقعة او الصفقات القريبة. لا 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 لا، انا النهاردة هكلمك عن الصفقات اللي مضت بالفعل. ولازم تبقى واخد بالك ان الفترة اللي جاية دي ان شاء الله باذن الله هتكون فترة الزمالك بنسبة كبيرة قوي. يعني ان شاء الله هتلاقي خبر فك القيد، بعد كده ممكن تلاقي خبر المدرب الاجنبي، وبعد كده الاعلان عن الصفقات اللي هيفضل يتوالى ويتوالى ان شاء الله باذن الله لحد قفل القيد. طيب نسيبنا بقى من رغي ونخش في الكلام المهم وصميم الموضوع، وهي الصفقات. ناس كتيرة المفروض ان نادي الزمالك بالفعل تم التعاقد مع اللعيبه اللي هقولك عليها دي، وتقريبا كلهم بالتقريب. يعني انا كنت قلت لكم عليهم قبل كده وقلت لكم ان هم قريبين، لكن يمكن في ناس خرجت بره توقعاتي او خرجت بره الاخبار اللي كنت بقول لكم عليها. واول الناس اللي خرجت بره توقعاتي هو كريم العراقي. كريم العراقي المفروض ان نادي الزمالك خلاص تعاقد معاه رسميا لمدة 4 سنوات هو متواجد في نادي الزمالك، وهو تقريبا يعني من احسن الباكات تقريبا اللي موجودة داخل الدوري المصري. طيب مين كمان؟ بص يا باشا، طبعا اكيد الكل سمع ان عمرو السيسي قريب جدا من الرحيل عن نادي الزمالك، وكان جاي له اكتر من عرض، وكان في مفاوضات بينه وبين اكتر من نادي، وهو كان شغال على القصة. يعني حتى بالاماره هو مسافرش مع الفرقه. ليه؟ لانه كان بيخلص الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا، وهو خلاص تقريبا اتفق معاهم على كل حاجه. كان في شويه حاجات بسيطه لكن كل حاجه تقريبا خلاص انتهت، باقي بس رتوش بسيطه جدا مع نادي الزمالك. ونادي الزمالك اللي حط مين في القصه؟ محمد شكري. ومن المفترض ان سيراميكا كليوباترا مش ممانع، ومن المفترض ان هو يخش في صفقه تبادليه مع عمرو السيسي ويجي محمد شكري. طيب في ناس هتقول لك يا عم عمرو السيسي انت كده خسران فيه. لا، انا خليني اقول لك حاجه مهمه جدا. انا شايف ان اللي بيحصل ده صح. اللعيبه اللي هي موجوده وانا ما بستفادش بيها، واللعيبه ما بتلعبش وما بتضيفليش شيء وما بتفيدنيش في شيء، بل بالعكس بتضرني لان هي بتقبض فلوس. ما هو طول ما هو قاعد بيقبض، وفي الاخر عقده هيخلص، وفي الاخر هيمشي فري. لا، يبقى استفاد منه، ادخله بقى في صفقه تبادليه جالي فيه سعر كويس اعرف ابيعه. انما انه يفضل قاعد، هو ده الغلط بعينه. طيب مين تاني؟ عندك 2 بس دول انا كنت قايل عليهم قبل كده. 2 من لاعبي طلائع الجيش. مين؟ عبد الرحمن شيكا ومحمد شحاته. عبد الرحمن شيكا مضى لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم، ومن المفترض ان هو ومحمد شحاته باذن الله هم المفروض ان هم يخلصوا بس مع النادي، يعني حاجات بسيطه جدا. لكن اللعيبه نفسها مضت عقود انتقال لنادي الزمالك، يعني قريبين او خلاص، يعني باذن الله في يناير ان شاء الله هيكونوا متواجدين داخل نادي الزمالك. كمان عندنا واحد من الناس اللي انا كنت قلت لكم عليها، وهو احمد امين اوفا، اللي هو مهاجم نادي انبي. لكن انا في اعتقادي ان الصفقه دي ممكن تبوظ. ليه ممكن تبوظ؟ هو اللاعب مضى رسميا للزمالك، يعني هو وقع للزمالك، لكن النادي بتاعه لسه. انت عايز تخلص مع النادي، ونادي انبي من الانديه اللي بتزودها شويه في الفلوس، بتبالغ شويه في الارقام اللي هي بتطلبها في اللعيبه بتاعتها. لكن يمكن الزمالك يقدر ان هو يخلص اللاعب بسعر مناسب وسعر كويس، او يدخل صفقات تبادليه زي ما هو شغال. والزمالك بيحاول على قد ما يقدر ان هو يدعم صفوف، وكل حاجه الزمالك محتاجها بيحاولوا ان هم يدعموها ويظبطوها. طيب في وسط الزيطه دي كلها هتيجي تقول لي امال فين محمود صابر؟ هقول لك محمود صابر وقع لنادي الزمالك، ومن المفترض انه هيكون متواجد في يناير. طب ايه الازمه؟ ايه المشكله؟ اقول لك يا سيدي، القصه كلها ان نادي بيراميدز ليه عند نادي الزمالك فلوس، باقي فلوس دونجا.
فنادي الزمالك لما اتكلم معاهم على محمود صابر محدش قال ان في مشكله خالص ومحدش مانع في شيء، لكن قال لك طب ادونا بالبلدي كده، ادونا اللي عليكم. فنادي الزمالك برضو ما اعترضش ولا قال لك لا احنا ما عليناش حاجه. لا، القصه هو ما فيها ان نادي الزمالك زي ما انتم عارفين ان هو ماشي اليومين دول بالتقسيط. اي حد ليه عندي فلوس يقول له طب خلاص ايه يلا نقسط. فالفكره كلها ان نادي الزمالك بيحاول ان هو يتفق مع بيراميدز على تقسيط المبلغ اللي المفروض عليه عشان يخلص كمان في مين؟ في محمود صابر. طيب نادي بيراميدز حاطط عينه من الاخر، احنا قلنا القصه دي قبل كده، على محمد صبحي. نادي بيراميدز عايز محمد صبحي يخش في الموضوع، فنادي الزمالك حاطط احمد سامي كمان في الموضوع، مدافع نادي بيراميدز. لكن انا من وجهة نظري ان في الاغلب يعني اللي هيتم هو محمود صابر وبس. ما اعتقدش يعني ان ايه صبحي واحمد سامي الا لو جد جديد. انا بقول لك في الوقت الحالي يعني في الاغلب هو محمود صابر بس اللي هيكون متواجد في يناير في نادي الزمالك. طيب مين كمان؟ اكيد ما اقدرش انسى ناصر ماهر اللي بيتعب وبيحاول وبيعمل كل المحاولات ان هو يكون متواجد في نادي الزمالك في يناير. واكبر دليل على كلامي ان اكيد الكل سمع ان هو تعاقب بسبب مفاوضاته وشغله على الصفقه مع نادي الزمالك. يعني نادي فيوتشر نفسه عاقبه على ده، فاذا ده حقيقي وبيتم وشغال عليه. طيب الراجل بيحاول يقدم اي تنازلات مقابل تواجده داخل نادي الزمالك. ليه؟ لان المفروض ان نادي الزمالك بيتكلم مع فيوتشر، وطبعا فيوتشر مع الزمالك مش هتبقى الدنيا سهله قوي. فناصر ماهر نفسه بيحاول ان هو يبسط الامور وبيحاول ان هو يقدم تنازلات مقابل تواجده داخل نادي الزمالك في يناير. اخر حاجه هقولها لك بقى في الانتقالات والتعاقدات ان نادي الزمالك قرر قطع اعاره اسامه فيصل وحسام اشرف ورجوعهم لنادي الزمالك تاني. يعني في يناير ان شاء الله اسامه فيصل وحسام اشرف هيكونوا متواجدين في نادي الزمالك. اخر حاجه بقى هقول لكم عليها ويمكن تكون مفاجاه بالنسبه لناس كتير جدا جدا جدا، ان مجلس اداره نادي الزمالك عنده نيه وبيفكر وبيدرس التجديد والبقاء على محمود علاء. محمود علاء مدافع فريق نادي الزمالك، من المفترض ان هو كان بيدور على عقوده وان هو بيشوف ان هو ازاي يخرج من الزمالك، وكانت الاداره بدات تتكلم معاه في ده. لكن بعد خروج عبد الغني وبقى اصبح نادي الزمالك يعتبر ما عندوش قلب دفاع صريح غير الونش. المسلوسي موجود وبيلعب قلب دفاع لكن هو اساسه باك يمين. فيعتبر دلوقتي مفيش حد متواجد غير الونش والمسلوسي يا سيدي. لكن مين بديلهم؟ مين بديلهم يقدر يلعب قلب دفاع؟ ومين يكون اعلى من محمود علاء؟ فعشان كده الاداره بدات تفكر في التجديد لمحمود علاء والبقاء عليه، وان هي تعمل له زي اعاده تاهيل كده وتبدا تقدمه من جديد وتبدا ان هي تفوقه، يعني مع طبعا المدرب الجديد اللي هيجي اللي هنتكلم عليه بشكل تفصيلي باذن الله في فيديو قريب. فمحمود علاء من المتوقع جدا ان انت تسمع خبر تجديده وبقائه داخل نادي الزمالك. اتمنى اكون جبت لكم كل الاخبار اللي نفسكم تسمعوها او اللي عايزين تعرفوها، واتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم. سلام.